تعالوا بقى نعمل صينية البط بالبطاطس والبرتقال بطريقة سهلة جدا وبسيطة. اللحمة هيبقى دايب وطعم البرتقال هيوصل لكل حتة في اللحمة، وكمان من غير أي افتكاسات. معايا بطاية تقريبا وزنها 2 كيلو ونص. هبتدي إن أنا أعمل لها محلول نقع، ورق لوري وملح خشن وقرنفل وقرفة وشوية فلفل أسود صغيرين، وكمان هعصر عليها ليمون. وهنزل بالبطاية، هنعمل لها بقى تتبيلة. هنحط فنجان صغير زيت زيتون وشوية خل تفاح، هنعصر نص برتقانة وكمان ليمون عليهم. هنبتدي بقى نتبل كل الكلام ده: 7 بهارات، سنة فلفل اسود، شوية بابريكا، نحط عليهم شوية ملح ومعلقة صلصة واحدة. هنقلب كل الكلام ده كله مع بعض. انا يا جماعة في اي تتبيلة بحب املح الحاجة لوحدها الاول، يعني بديها سنة ملح وسنة بهارات وسنة بابريكا وسنة فلفل اسود صغيرين، ومسكت كده نص البرتقانة، عملت لها مساج كده تقريبا دقيقة او دقيقتين. بعد كده هجيب العصاية بتاعت الشيش طاووق وهبتدي اخرم بيها البطة. هنزل عليها شوية تتبيلة اللي انا عملتهم، ممكن بسكينة صغيرة كده افتح فتحات في الجلد بس احاول ما اوصلش للحم. اديها سن التتبيلة كمان، وفي نفس الصينية كده هرفع البط وهكون مقطع بطاطس وبصل وجزر. طبعا هقطعهم مكعبات كبيرة شوية عشان تستحمل معايا الوقت بتاع السوا بتاع البطة. نص البرتقانة التاني هنقطعه شرايح كده وهننزله كمان معاهم. هبتدي بقى املح كل ده. هنزل بقى بمعلقتين من الصوص اللي انا عامله، هنزل بشوية حبهان وشوية ورق لوري، وهنيم بقى البط فوقيهم. وهبدأ بقى اغطي بورق زبدة الاول، وهلف بقى الصينية كلها بفويل. هتأكد يا جماعة انها اتقفلت كويس جدا. وفي فرن بقى انا مسخنه على 180 او 200. هحط البطة اول ساعة على درجة الحرارة دي، وتاني ساعة على درجة حرارة 150-160. هوطي النار شوية بسيطة. ده شكلها يا جماعة بعد ما قعدت ساعتين في الفرن. هبتدي بقى اخد شوية من الصوص اللي نازل منها وامشيه كده على البطة، وكمان الصوص اللي انا عامله كده. تبلناها كلها من غير ما نغطيها يا جماعة. رجعها تاني الفرن، وده شكلها بعد ما طلعت لتاني مرة. برضو هنعذبها وندخلها تالت مرة. هنديها كده سن التتبيلة. رجعها تاني بقى الفرن. شوف شكلها بعد ما طلعت عاملة ازاي. والله يا جماعة ريحة البرتقال وطعمه واصل لكل حتة في البطة. بطة دايبة جدا، هي قعدت لها تقريبا 2.5 أو 3 ساعات. كمان اللحمة دايبة. دي الحتة اللي عرفت اخليها لكم عشان ناكلها مع بعض. شوف كده تحفة يا جماعة. جربوها بنفس الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا جدا. وبالهنا والشفا، ويا رب الطريقة تكون عجبتكم.